Bonsoir, Madame et Messieurs les Parisiens. C'est l'heure de coupure de électricité. ولك سطيف، من أول ما شفتك بحارة الضبع عرفت مالك تمام. ولك حتى قبل ما يشك فيك الزعيم وأبو الشاب، ما بعرف ليش حسيتك خسيس وواطي وندل. لك طلعت مو بس بالتمثيل وعلى الواقع كمان. شلون هيك كشفوك مع مرته لزاهر الدين مدري زاهر؟ لك يلا شبيحة بقلب بعضهم وفخار يكسر بعضه. وقبل ما ندخل على التفاصيل، إذا كنت لأول مرة عم تشوفني حط لي سبسكرايب، وإضافة لهالشي لايك وشير، ويلا على التفاصيل. تتذكر مقاطعك وانت ومشغل الغاز وقاعد شو قال عم يجاكر العالم يلي بأوروبا انه ما ضل عنكم غاز لانه روسيا قطعت عنكم الغاز. سطيف مراسل الزعيم واصغر عنزر مخابرات بتاريخ سوريا، طلع مو بس عميل، لا طلع عشيق كمان، ويا ليت عشيق عادي، عشق مرته للعميد زهر الدين. لك فخار يكسر بعضه مثل ما قلنا من شوي. لك سطيف والله من قبل ما يشك فيك الزعيم وقبل ما يبلش ابو شهاب يشد ايده على زناد شكيت فيك، ما بعرف ليش، بس كنت حاسس انك من البداية خسيس وواطي. لك شلون قدرت تطالع كل هالخيانة؟ سطيف اللي كان شايف حاله أذكى واحد بالحارة طلع أندل واحد بالبلد، وبيشتغل للمخابرات وبيحب مرته، وبنفس الوقت بيعمل حاله شهيد للوطن ولباب الحارة. بس عن جد ما لازم نلومه لحاله، لأن يلي بيخون شعبه بسهولة طبيعي يخون الزعيم ومرته، وبيفشي أسرار الحارة على الفيسبوك لأبو غالب. تتذكروا وقت كان يطلع بمقطع فيديو وقاعد عم يشغل هالغاز قدام هالعالم ومشغل الصمود على الأخير، كان يقول لك نحن عايشين أبطال، لا بدنا لا أوروبا ولا غاز حدا. يا سطيف ختامها مسك، مو بس غاز، شوف الحضارة اللي وصلنا لها. شايف؟ الإضاءة بتشتغل على الحركة، وعندنا كراماتنا ودفاية ام الفهم. يا زلمة كنت عم بتجاكر العالم يلي بأوروبا يلي ما عندهم غاز وانت قاعد عم تموت من البرد. طلع يقول نحن منولع ضميرنا مشان نتدفى. ايه والله ولعت القصة، طلعت ريحتك يا سطيف. ويا سبحان الله مثل ما خان بباب الحارة خان بالحقيقة، ولاقوه مع مرته لزهر الدين، مو بحارة الضبع هالمرة، بحارة المالكة. يعني حتى بخيانتك كنت رايق يا ابن الناس. بس صدقوني هي مو مشكلة سطيف لحاله، هي مشكلة كل الشبيحة اللي عاملين حالهم شرف للأمة، وإذا قلبت عليهم شوي بتلاقيهم بيسربوا تقارير وبيخبوا ثروات وبيلعبوا تحت الطاولة مع مرت كل مسؤول. قال شو بده يعمل حاله وطني. لك انت وطني؟ لك انت لو فيك وطنية كنت غسلت وجهك بتراب. الفخار يكسر بعضه والشبيحة فضحوا بعض واللعبة انكشفت. وكل سطيف مهما كان شكله بسيط لازم نكشفه، لانه هو بس خطر على الحارة خطر على البلد كلها. واذا كان سطيف عميل مزدوج فانا بوعدكم اني راح ضل صوتكم الواحد، صوت كل الناس يلي زهت من كل سطيف بس لساتها عم تضحك. يعني يا جماعة لما بتشوفوا شخص مثل سطيف تذكروا انه مو كل واحد بيضحك وبيقول امرك سيدي بيكون عم يخدم البلد، بيكون عم يقبض وعم يخدم 5 جهات بنفس اللحظة، وبيقبض دولار وليرة وريال. واذا الزعيم كشفه ولسه ما انحكم عليه، في مليون سطيف اليوم موجودين ولسه ما انحكم عليهم، وعم يلبسوا بدلات وعم يحكوا باسم الوطن وعم يحكوا باسم السلم الاهلي. بس والله العظيم من وقت ما طلع سطيف مع مرت زهر الدين حتى امزكي بطلت تثق بحفوضات الغاز تبعه. يعني القصة مو بس خيانة، القصة قصة انعدام ثقة شاملة. فلا تضحكوا على الناس يلي عايشين بأوروبا، ولا تتفلسفوا على اللي بيشتغلوا وبيعينوا أهلهم جوا وبرا، لأنه يلي قاعدين عم يتفشخروا بالمقاومة والممانعة طالعين عم يشتغلوا دليفري عن مرت العميد. أنا علي الأحمد، وإذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تعملوا لايك وشير، وإذا لأول مرة عم تشوفني سبسكرايب، ولا تنسوا تبلغوا عن كل سطيف موجود حواليكم لأنه التنظيف بلش من اليوم. شوفكم بحلقات تانية، سلام.